صباح الخير. انا طارق عبد الله، مؤسس ومقدم برنامج المواتير بالعربي وصحفي في مجله اوتوزون، والنهارده جاي معاكم عشان اجاوب على 5 اسئله مهمه. يعني ايه فتيس ديول كلاتش؟ ايه هي مميزات وعيوب الفتيس ده؟ بيبوظ امتى والعمر الافتراضي قد ايه؟ ايه هي حقيقه المشاكل اللي موجوده في فتايس فولكس واجن وام جي وما الى ذلك؟ واخيرا هو اهم الشائعات والنصائح حوالين اول حاجه هو يعني ايه فتيس ديول كلاتش؟ الفتيس الديول كلاتش باللغه العربيه الفصحى يعني فتيس ثنائي التعشيق، او بالمصري يعني ثنائي الدبرياج، في دبرياجين. فانا هشرح بعيدا عن اي كلام ميكانيكي وبلغه سهله جدا. الفتيس ده بكل بساطه هو حرفيا فتيس مانيوال، ولكن بس بتعديل بسيط، وهو انك مش هتنقل الغيارات بايدك ولا هتدوس على الدبرياج عشان تريح رجلك في الزحمه. يبقى اول حاجه ننسى تماما اننا نعامل الفتيس دوت معامله الفتيس الاوتوماتيك العادي، لان هو مش اوتوماتيك، هو فتيس مانيوال. طيب امال الفتيس ده بيتكون من ايه بالظبط؟ هو عباره عن فتيس مانيوال فيه دبرياجين بدل دبرياج واحد، والدبرياج هو الجزء المسؤول في الفتيس عن تعشيق الغيارات او نقل الغيارات. يعني اول دبرياج عليه كل الغيارات اللي رقمها فردي، يعني الاول الثالث الخامس، والدبرياج الثاني عليه كل الغيارات اللي الرقم بتاعها زوجي، اللي هو الثاني الرابع السادس وما الى ذلك. وبسبب الموضوع ده الفتيس دوت سريع جدا في نقل الغيارات. ازاي بقى؟ الطبيعي في اي فتيس اوتوماتيك ان هو لما يحب ينقل الغيار ان هو بيشيل الغيار اللي عليه الرقم الحالي، اللي هو الغيار اللي شغال دلوقتي، بيطلعه بعد كده بيدخل الغيار الثاني اللي عليه الغيار اللي بعد اللي انت ماشي عليه، وهكذا. العمليه دي طويله وبتستهلك وقت كبير، وبيحصل في النص هدر في الطاقه، وبالتالي عربيتك بتكون ابطا والطاقه اللي واصله للعجلات اقل. انما بقى الفتيس الديول كلاتش، الدبرياج رقم واحد اللي هو اوريدي عليه النقلات اللي رقمها فردي، اللي هو 1 و3 و5، بيكون بالفعل شغال. يعني هو اللي حاليا ملتحم وشغال وعليه الغيار الاول، انت ماشي على الغيار الاول وتمام. الدبرياج رقم 2 بقى المسؤول عن النقلات الزوجيه، قاعد مجهز النقله رقم 2 ومستنيك تديله الاذن ان هو يلتحم ويشتغل. طيب الاختلاف كله فين؟ ان اول لما يحب الفتيس ينقل من الغيار الاول للغيار الثاني، كل اللي بيعمله ان هو بدل ما هو معشق في الدبرياج رقم 1 بيشغل الدبرياج رقم 2 ينقل له هو التعشيق في اجزاء قليله جدا من الثانيه، وهي حرفيا اسرع من رمشه عينك. لو ما فهمتش بصوره كامله، وده طبيعي لو انت مالكش في العربيات، كمل معايا للمميزات والعيوب هتفهم اكتر. لو حبينا نبدا بالمميزات، فهو اولا فتيس رياضي جدا. هو بدا حياته اساسا واتعمل علشان السباقات. طبعا السبب في كده ان هو بينقل في زمن قصير جدا جدا لا يذكر، وكمان عشان هو يكاد يكون مش بيهدر طاقه اصلا بين النقلات، واخيرا مش بيهدر الطاقه قبل ما توصل للعجل، فهي في جميع الحالات معادله كسبانه جدا. رقم 2 هو ان الفتيس ده بيقلل الاستهلاك بتاع البنزين جدا، وبنسبه يعني اكتر من ملحوظه. هو مناسب جدا للعربيات الاقتصاديه والعائليه، واللي ركب الموديلات الجديده من فولكس واجن، من سيات، من اودي، عارف كويس جدا انا بتكلم على ايه وحاسس بيه. الفتيس ذكي جدا وعارف كويس قوي هو بيعمل ايه. هو بيراقب كل حركاتك في السواقه واسلوبك ومستوى عنفك في القياده، وعلى هذا الاساس بيبدا يحدد انت المود بتاعك ايه في الرحله اللي انت بتعملها دلوقتي، وبيبدا ساعتها يعاملك بالمعامله اللي انت مستنيها او اللي انت بتحاول تعملها. يعني انت مثلا لو من ساعه ما اتحركت انت ماشي بالراحه وهادي وما بتحرقش على الغيارات، ماشي عادي جدا، هو هيبدا يهدى تماما ويحط لك نقلات زياده ويوطي صوت العربيه ويوفر في استهلاك البنزين. انما بقى لو انت من ساعه ما اتحركت عمال تحرق على الغيار وتجري والكلام ده، الفتيس هيتحول معاك وهيبقى عنيف جدا وحاد جدا في كل نقلاته. سرعه الاستجابه هتكون اعلى، هيمسك في الغيار، هيحس بكل سنتيمتر زياده انت بتدوسه. وهنا بيكمن الذكاء كله. الفتيس يكاد يكون بيتنبأ تقريبا بكل حركاتك بنسبه 95%. هو بيقدر يتوقع انت هتعمل ايه بعد كده كخطوه ثانيه. اما بقى عن العيوب، رقم 1 ان الفتيس نقلاته اعنف شويه من نقلات الفتيس الاوتوماتيك. يعني هتحس بعنف اكتر بين النقلات، بقوه اكتر بين النقلات، زي ما بيقولوا كده هتحس ان الفتيس مش ناعم، مش سلس،
لكن انا بطمنك وبقول لك ان الحاجات دي طبيعيه وعاديه جدا جدا في النوع ده من الفتايس، ما هواش عيب يعني ولا حاجه تقلق. الفتيس زي ما بيديك مميزات كتير جدا زي التسارع، التوفير، القوه، في المقابل هو مصاريف تشغيله زياده شويه عن الفتيس الاوتوماتيك العادي. وطبعا انا برضو مش بكلمك في ارقام خرافيه، هي ارقام منطقيه جدا في النوع ده من الفتايس والعربيات. لازم بقى انوه عن حاجه مهمه، الفتيس ده زي ما شرحت قبل كده هو فتيس مانيوال، وبالتالي زيه زي اي فتيس مانيوال هو له قطع غيار استهلاكيه بتستهلك بمرور الوقت، وطبيعي جدا جدا انها تتغير. ده مش عيب تصنيع، ده في جميع عربيات فولكس واجن، في عربيات ام جي، في عربيات الهونداي توسان التربو، لحد يعني العربيات البورشه بتتغير فيها زيها زي تيل الفرامل، زي الزيت، زي تيل الفرامل كده. يعني هو كله اتبرى، كله اتاكل، هو ده طبيعي، هو معمول عشان يخلص. ايه هي بقى القطعه اللي بتتغير في الفتيس المانيوال واستهلاكيه؟ هي حاجه اسمها طقم الدبرياج. طيب هو الطقم دوت بيبوظ كل قد ايه؟ ملهاش ادنى رقم افتراضي، وبتعتمد بالكامل على اسلوب سواقتك. مفيش حاجه بقى اسمها اصل دي قرف، اصل انت ونصيبك بقى، الكلام ده كله جهل وخرافات. ممكن لو انت شاب عنيف جدا جدا تقعد معاك حوالي 40,000 كيلو متر ويمكن اقل كمان. لو انت رجل هادئ، سواقتك طبيعيه، ما بتحرقش على الغيارات، السواقه العاديه بتاعت كل الناس، ممكن جدا جدا تقعد معاك لحد 120,000 كيلو متر. وما تستغربش الرقم لان هو موجود بالفعل على ارض الواقع، فهو بيرجع بالكامل لاسلوب سواقتك ومدى عنفك في القياده. تاني سؤال بقى، هو ام جي وفولكس واجن فيها عيب في الفتيس ده؟ اولا هتكلم عن قصه ام جي. حصل خطا غير مقصود من موظف خدمه العملاء ان هو قال لعميل ان طقم الدبرياج بيتغير كل 10,000 كيلو متر، والشركه خرجت في بيان رسمي وقالت يا جماعه احنا كلنا بشر وكلنا بنغلط في الكلام، وهو غلط في المعلومه مش اكتر. وقالت كمان ان في عملاء لحد النهارده كسروا حاجز ال 120,000 كيلو متر وما غيروش طقم الدبرياج ولا مره، وان لحد النهارده في الوكيل لم يتم تسجيل حاله واحده لتغيير طقم الدبرياج من اول ما بداوا يبيعوا العربيه. حد قال لي طيب يا عم ده ضمان الست شهور ده موضوع مقلق جدا، هو في حاجه في الدنيا ضمانها 6 شهور؟ بالعكس، ده مش من الطبيعي اساسا ان يكون في ضمان على طقم الدبرياج. طيب انت مثلا عمرك في حياتك شفت تيل فرامل عليه ضمان؟ بكل بساطه لا. ولو في تيل فرامل عليه ضمان او طقم دبرياج عليه ضمان فده تفضل وتكرم من الوكيل ان هو يديك ثقه زياده في طقم الدبرياج اللي موجود دوت، بيطمنك يعني. ولكن هو مش فرض ومش طبيعي اساسا ان يكون في طقم دبرياج عليه ضمان. ثانيا قصه فولكس واجن المعهوده واللي شرحتها في ريفيوهات السيات ليون والسكودا سوبرب والحاجات دي كلها. فولكس واجن عندها 8 موديلات من الفتيس ده، كل فتيس فيهم له خصائص مختلفه عن الفتيس الثاني. هم كلهم ديول كلاتش وكلهم شبه بعض، بس في الاخر كل واحد فيهم ليه خصائص مختلفه عن الثاني. المهم ان في موديل واحد بس كان فيه مشاكل زمان، والرقم الكودي بتاعه دي كيو 200 دي كيو 200. الفتيس ده زمان لما نزل حصلت فيه مشاكل كتير جدا، ان هو ما كانش بيقدر يتحمل درجات الحراره او المشي في الزحمه والكلام ده كله، فما كان من الشركه الام الا انها سحبت الفتيس دوت من الاسواق وعملت عليه تعديلات في الخصائص بتاعته. المواد اللي بيتصنع منها، الخامات نفسها، السبايك، بقت مواد اكثر مقاومه للحراره وبقت بتستحمل اكتر الزحام والكلام ده كله، ورجعت نزلته تاني للاسواق في حدود تقريبا 2018 بدايات 2018. وقد كان الفتيس ده تقريبا بقاله تحت الاختبار النهارده واحنا في نهايات 2019، بقاله سنتين بالظبط، ولحد النهارده لم يتم تسجيل حاله شكوى واحده ليه سواء في مصر او في بره مصر. فما عادش فيه اي قلق نهائيا من الفتيس ده، لان هو خلاص يعني صمد بقاله سنتين. لو كان في مشاكل كانت ظهرت بدري عن كده زي ما حصل قبل كده معاه، لان هو حرفيا ما كانش بياخد غير كام شهر ويبدا يبوظ يعني. وحتى الحاجات اللي كانت بتبوظ فيه ما كانتش طقم الدبرياج اصلا، كانت حاجه تانية خالص اسمها الميكاترونيك، وهو عقل الفتيس اللي بيفكر بيه، اللي يقول لك يعني انقل ما تنقلش، لا ده ماشي بالراحه، اللي انا قلت لك ان هو بيترجم حركاتك واسلوب سواقتك. ده كان بيضرب يعني. حتى المشكله اللي كانت عند فولكس واجن ما كانتش ليها اي علاقه بطقم الدبرياج. اما بقى اهم الشائعات والنصائح حوالين الفتيس الديول كلاتش، طبعا حملات المقاطعه بدرت باستخدام موقف ام جي لصالحها بدون ادنى تحري للدقه او الصدق او حتى الاحترافيه، وقالت ان طقم الدبرياج بيتغير بالفعل كل 10,000 كيلو متر، وده بكلام موظف خدمه العملاء يعني. وطبعا ده كلام فارغ وملهوش ادنى اساس علمي من الصحه، والشركه وضحت اكتر من مره في اكتر من مناسبه ان هو مجرد خطا العنصر البشري زي ما كلنا بنغلط في الشغل بتاعنا، وان الامر ما هواش كارثي بالحجم اللي هم بيتكلموا عليه ده. وعلى فكره ده ما حصلش حتى يعني في اسوأ حالات فولكس واجن ان عربيه تجيب فتيس او تغير طقم دبرياج في 10,000 كيلو متر. تاني شائعه او كلام مغلوط بيتقال هو انك في الزحمه تجيب الستيبترونيك، او يعني تنقل انت بايدك يدويا فوق وتحت بدل ما الفتيس هو اللي ينقلك علشان تحافظ على عمره الافتراضي ويطول وكده يعني. والله انا حتى الان ما لقيتش ولا مصدر
الرسمي بيقول الموضوع ده، وفي نفس الوقت ما اقدرش اقول ان هو غلط وما اقدرش اقول ان هو صح، لان انا مصدري شخصيا المواقع الرسميه فقط لا غير، فدي مجرد اجتهادات ذاتيه وتحترم الحقيقه يعني، ولكن انا شخصيا ما اقدرش اقول لك هي صح ولا لا. تالت شائعه بتتقال هو انك لما تقف في اشاره او زحمه ما تفضلش على الدي، روح بسرعه هات الان. ده بقى كلام خطا تماما. بكل بساطه اللي صنع العربيه عارف ومتاكد ان انت نص مشاويرك هتقضيها في اشارات مروريه وفي زحام، وان العربيه هتفضل واقفه والكلام ده كله. فاللي بيحصل ان انت اول لما بتفرمل وبتوصل للسكون التام، التعشيق بيتفك تماما من على الدبرياج اللي شغال، وبيفضل فاصل طول ما انت في حاله من السكون التام ودايس فرامل. اول ما بتشيل رجلك من على الفرامل بيبدا يلتحم تاني، وبيكون مستعد ان هو ياخد الامر منك بالمشي. لما بتدوس بنزين بيبدا يتحرك لقدام. طيب النصائح الصح فعلا ايه بقى علشان نقدر نطول العمر الافتراضي بتاع طقم الدبرياج؟ اول حاجه ما ينفعش العربيه تكون واخده غيار او الدي مثلا علشان تتحرك لقدام والعربيه تبدا ترجع لورا. الكلام ده بيحصل لو انت مثلا على مطلع او منحدر بنزينه او الكلام ده كله، انت جايب الدي والعربيه بتبدا تتزحلق لورا. الحركه دي غلط جدا وبتسخن جدا طقم الدبرياج. تاني حاجه هو انك في الزحام ما ينفعش تفضل دايس على الفرامل نص دوسه، الحركه دي برضو بتسخن الدبرياج جدا. الصح انك تفضل واقف تماما في حاله من السكون التام ودايس فرامل، دي اهم حاجه. ولما تحب تتحرك تشيل رجلك من على الفرامل تدوس بنزين تتحرك 3-4 متر وتقف تاني سكون تام وانت برضو دايس الفرامل، علشان تدي فرصه للدبرياج ان هو يفك التعشيقه بتاعته، يفك الالتحام بتاعه. انما ان انت تمشي مثلا في زحام بتاع كوبري اكتوبر نص ساعه او ساعه دايس على الفرامل نص دوسه علشان تفضل لازق في اللي قدامك ومحدش يدخل، الكلام ده غلط جدا، سواء كان على الفتيس الاوتوماتيك العادي او على الفتيس الديول كلتش. ورقم 3 الشباب الروش واخواتنا الصغيرين اللي بيعملوا لونش كنترول عشان يعمل سحبه مايكل، الحركه دي بتموت طقم الدبرياج في ليله وضحاها. فانت مش هتكون مبسوط نهائي لما تغير طقم دبرياج في نص عمره الافتراضي. طيب لو انت مش عارف يعني ايه لونش كنترول، انت راجل زي الورد، انت تمام جدا، كويس ان انت مش عارفه، عشان لو عرفته مش هتبطل تعمله من باب بقى الشبحانه واطلع من ثبات بفركه بقى والكلام ده كله. اخر حاجه بقى عاوز اتكلم فيها، انا مش عاوزك تحس ان الموضوع صعب وان الموضوع كبير، الموضوع بسيط جدا جدا بعد مشوارين يعني بالكتير قوي، وهتبدا تحب الفتيس ده جدا وهيبهرك بالتسارع بتاعه وزمن النقلات القليل جدا والتوفير الملحوظ جدا في البنزين. كل اللي فات ده او اتكلمت عنه هي مش عيوب في الفتيس، هي طبيعه ميكانيكيه، هو طبيعته كده، اتصنع كده واتعمل كده. مناسبك هاته، مش مناسبك هات فتيس اوتوماتيك عادي جدا، كل ده حقك وفي الاخر القرار ليك انت. بس لازم تكون عارف ومتاكد وانت بتشتري اي عربيه في الدنيا ايا كانت ماركتها ايه، ان اي مميزات في الدنيا انت هتاخدها لازم هتدفع قصادها ضريبه، سواء كانت بقى ضريبه عمر افتراضي، سواء كانت ان مثلا فيها قطع غيار غاليه شويه، فانت لازم تدفع مقابل للحاجه دي. والكلام ده بينطبق على جميع الماركات والعربيات اللي في الكوكب ده كله. ده مش عيب تصنيع، دي طبيعة ميكانيكية بس. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير علشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس. ما تنساش كمان تعمل لنا سبسكرايب على اليوتيوب علشان يوصلك كل جديد، وتعمل لنا فولو على انستجرام عشان تعرف تشوف الكواليس بتاعت كل الحلقات قبل ما نصورها. أنا طارق عبد الله، مقدم برنامج المواتير بالعربي، واللينك بتاع البروفايل بتاعي تحت في الديسكربشن، اعمل فولو. سلام عليكم.